جربنا احسن عروض حلاوه المولد عشان نقول لكم احسن جوده واقل اسعار السنه دي، فجربنا عروض من العبد وتسبس اكسبشن ودمياطي، هتشوفوا المكونات والفرق بالتفصيل. بدأنا بالعبد ولقينا عرضين على ابلكيشن وفرها. العلبة دي سعرها 275 جنيه بدل 370، والعلبة التانية سعرها 390 بدل 520 جنيه، فرق كبير بصراحة. نبدأ الأول بالعلبة الأرخص، فيها 33 قطعة متنوعين من أصناف كتير. عندك مثلا قرصين علف مخصوص، 3 أقراص حمص زيهم برضو سمسم، في كمان 2 ملبن فول، 3 ملبن سادة، وواحدة ملبن أحمر. عليهم بقى الحمصيه والسمسميه والفوليه، 2 لذيذه و2 بسيمه و3 ملبن جيلي. بالنسبه للجوده معقوله جدا، تقريبا نفس اللي متعودين عليه كل سنه من العبد. قرص العلف لطيف، وملبن الفول السوداني متقسم كده قطع بتخلي الاكل اسهل. مسكر جدا طبعا زي اي ملبن، بس عموما يعني نضيف وطعمه حلو. جربنا اللذيذه، فيها برضو جوز هند نضيفه وكل حاجه، بس يمكن سكرها كان محتاج يهدى شويه. اما العلبه الثانيه برضو من العبد، دي بقى ب 390 بدل 520 جنيه، فيها نفس عدد القطع 33، بس المره دي بالمكسرات. هتلاقوا بقى شويه حاجات كده مختلفه زي البندق واللوزيه، طبق قشطه بالزبيب، وطبق نوجا بالبندق. في كمان الحاجات التانية المعروفه زي قرصين الحمص دول، قرصين العلف المخصوص، معاهم 2 ملبن ساده وملبن فول سوداني، غير طبعا البسيمه واللذيذه والملبن جيلي والسمسميه الحمصيه والفوليه والملبن الاحمر. لو هنتكلم على الجوده، فلفت نظرنا ان النوجا هنا حلوه جدا، سكر مظبوط، قوام مثالي، وطعم البندق فيها قوي قوي. اما بقى البندق ده فبصراحه من احلى الحاجات اللي في الحلقه كلها، فريش جدا، سكر قليل، عشان كده هتحس بقوه طعم. دقنا كمان القشطه بالزبيب، بصراحه مسكره زياده شويه، بس في نفس الوقت مخدومه، يعني كميه جوز الهند والزبيب اللي فيها كويسين قوي. نيجي بقى لعروض حلاوه المولد بتاعت اكسبشن. العلبه المعدن دي سعرها نازل من 750 ل 565 جنيه، عدد القطع 30، واكسبشن بصراحه عامل تغليف محترم قوي. فتعالوا نشوف كده المكونات واحده واحده. عندك نوجا قمر الدين ونوجا فستق، 3 لذيذه و4 ملبن مكسرات، 2 منهم بعين الجمل، واحد فستق، واحد بندق، وواحد ملبن ساده خالص، غير كمان واحده كده ملبن احمر. هتلاقي كمان قطعتين من الحاجات اللي جايه دي، الفوليه، الحمصيه، السمسميه واللوزيه، والفستق والبندق. لقينا كمان توفي كراميل، ده غريب شويه، بسيمه فستق، بسيمه لوز، وقشطه بالبندق، وساندوتش مكسرات. نبدا بقى ندوق كام حاجه كده بحيث نشوف الطعم. وبصراحه النوجا قمر الدين دي طلعت مفاجاه، فيها فستق بمستكه، طعمه حلو قوي، وعموما يعني الميكس بين الفستق وقمر الدين والمستكه مختلف خالص. بالنسبه لملبن الفستق مخدوم قوي، كميه الفستق فيه كويسه. اما اللذيذه فواكه فدي ما عجبتناش قوي، طعم البرتقال صناعي كده مش مريح خالص. اما بقى العرض الثاني بتاع اكسبشن، فالعلبه دي 25 قطعه ب 205 جنيه بدل 275. العلبه دي اقل طبعا في الكميه والتنوع برضو، وفيها المكونات دي: ملبن فول، ملبن ساده، لذيذه وبسيمه، 3 فوليه وزيهم سمسميه وحمصيه. عندك برضو ملبن جيلي، واحد فراوله واحد برتقال، ملبن احمر بالبندق، وواحد تاني بالسوداني، وقشطه ساده، ومربى زبيب، ده غير كمان قرص الحمص وقرص السمسم، و3 نوجا بالسوداني. قلنا ندوق برضو كام حاجه. بدانا مثلا بملبن جيلي البرتقال، والحلو انه كان بنفس جوده العلبه اللي فاتت، مخدوم بصراحه كويس. وعموما يعني الجوده السنه دي في اكسبشن احسن كتير من سنين فاتت، فتقدر تختار من وفرها اي عرض يناسبك. دخلنا بعد كده على تسبس، وبرده معانا علبتين، واحده اسمها لوكس صغيره 18 قطعه، ودي سعرها 330 بدل 435 جنيه. العلبه الثانيه بقى اسمها لوكس وسط 24 قطعه، دي سعرها 400 بدل 535 جنيه. بالنسبه للعلبه الاولى ففيها قطعه واحده لوزيه زيها حمصيه وفستق وبندق، بس في نفس الوقت فيها 2 فوليه و2 سمسميه. عندك كمان لفه كاجو، حاجه كده اسمها توفي فروتي وجيرسي اناناس، غير بقى الحاجات العاديه يعني البسيمه، الملبن الحبل والساده، والملبن الاحمر، وقرص الفول. بدانا ندوق الفستق وطلعت فريش جدا، طعم قوي، ريحه قويه، سكر مظبوط، وبتتقطم بسهوله. البندق نفس الكلام، باين قوي طعم التحميص، السكر قليل، تقدر تقول كده مظبوط بالشعره. تعالوا بقى ندخل على طول في العرض الثاني بتاع تسبس. ده فيه حاجات اكتر شويتين، يعني مثلا في نفس كميه المكسرات، واحده كاجو، فستق ولوز وبندق، بس السمسميه هنا اكتر من العلبه اللي فاتت، دي 3 قطع بدل قطعه واحده. الحمصيه برضو 2 بدل 1، والفوليه 3. في شويه حاجات زياده كمان زي النوجا السوداني، توفي الفراوله، والرافايلو توت، غير بقى الحاجات العاديه المعروفه، اللذيذه والبسيمه والملبن الاحمر وملبن الحب. بالنسبه للطعم قلنا نشوف كده توفي الفراوله ده يطلع ايه. طعمه مظبوط، مخدوم كويس، نكهه التوفي قويه، والفراوله لذيذه. دونا كمان الكاجو، بس بصراحه كده ما حسيناهوش كاجو قوي، يعني كانه مخلوط سوداني. اما بقى الحمصيه فناشفه سنه بس معقوله. الخلاصه ان تسبس عامل اصناف كويسه، ومهتم ان العيله تبقى متنوعه، والمكسرات اللي فيها جودتها عاليه. دخلنا بعد كده في الدمياطي، ولقينا على وفرها 4 عروض، اخترنا منهم 2. اللي قدامكم دي 16 قطعه ب 150 جنيه بدل 200، والعلبه الثانيه اكبر شويه فيها 28 قطعه، ودي سعرها في الابلكيشن 260 بدل 350 جنيه. العلبه الاولى سعرها معقول، شكلها حلو، فيها الاساسيات يعني 2 فوليه، 3 سمسميه، حمصيه، على قرص فول، على قرص حمص، واحده لذيذه وبسيمه، معاهم كمان ملبن ساده، ملبن بالسوداني، والملبن الاحمر، حاجه كده كمان اسمها مربى زبيب. بدانا ندوق عشان نحكي لكم عن الجوده. الفوليه دي كويسه، سكرها مظبوط،
مظبوط، مش ناشفه قوي زي اماكن تانية وما تحسش فيها بطعم زيت. اما بقى السمسميه فدي احلى حاجه في العلبه كلها، سمسم نضيف مش متحمص زياده فمش بيسيب الافتر تيست المر ده في البق. اما بقى الملبن الاحمر فمعمول صح قوي، السوداني اللي فيه طعمه فريش نضيف، واهم ميزه هي ظبطه السكر. ندخل على العرض الثاني على طول من الدمياطي، وده بقى ب 260 بدل 350 جنيه. واضح طبعا في فرق في الكميات، طبيعي يعني العلبه دي 28 قطعه واللي فاتت كانت 16 بس. هتلاحظوا كمان فرق في التنوع. المهم مكونات العلبه دي بيزيد عليها شويه حاجات، واحده لوزيه، ملبن عين جمل، فيها كمان 2 فوليه و2 سمسميه و2 حمصيه، معاهم قرصين حمص قرصين سمسم وقرصين فول، والباقي شويه حاجات معروفه اغلبها يعني موجود في العلبه الثانيه باستثناء بس العسليه دي والكيزان. نيجي بقى لاهم حاجه، الطعم. اولا اللوزيه غير التغليف الحلو ده طعمها عظيم، مظبوطه بالملي ولا ناشفه ولا طريه، انت بتاكل لوز بس يا دوب واخد سنه سكر بسيطه. نجرب كده سريعا ملبن عين الجمل، وده بقى من احلى الحاجات اللي جربناها النهارده، طري بس مش بيلزق في البق، في مضغه كده حلوه، وكمان كميه عين الجمل اللي فيه مناسبه قوي. اما بقى البسيمه فكانت غرقانه جوز هند، طعمها حلو، يمكن السكر اللي فيها بس مكرمل شويه والسميد قليل، بس في المجمل حلو. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا عايزين تشوفوا مقارنات ايه تاني الحلقات الجايه.